انا حلمي كان مثلا في ثانوي كان نفسي اخش علم رياضه وابقى مهندس ميكانيكا. بس ربنا يعني اراد ان انا اخش حقوق. وانت بس وانت من علم رياضة لا، انا دخلت ادبي في الاخر. في الاخر. حولت ادب. طب ليه غيرت الهدف؟ ما لقيتش نفسي، مع ان يعني كان ليا هدف معين، بس ما لقيتش نفسي في ادب، في علم رياضه. ازاي؟ حسيتها تقيله، في ما مش مرتاح نفسيا ولا جاهز مجهود ونفسي. طب مش انت آه، لو كان فعلا حلمك او هدفك كان انك تكون مهندس ميكانيكا كان هيفرق معاك؟ مش هيفرق معاك ده كله. انا بقى دخلت الكليه وعملت بقى ما يساوي ان انا ابقى مهندس ميكانيكا. خدت كورس هندسه ميكانيكا معتمد من جامعه القاهره، وحاليا استلم الشهادات يعني ان شاء الله الاسبوع ده، وهبقى يعني يعتبر زي مهندس الميكانيكا عادي. يعني اقدر اقول بجد انك ما ما استسلمتش وكملت. استسلمتش، كملت. طب دي حاجة كويسة جدا. وطبعا انت تعرف ان دلوقتي ممكن من صحابك او فئات عمرية مختلفة تحط ده في دماغها، لان انا اول مرة اكتشف منك ده. يعني ممكن فعلا يدوروا على حوار ايوه عادي. الهندسة الميكانيكا في ايوه، حتة ما تانية وياخدوا كان منها شهادات. معايا في الكورس اصلا، يعني الناس عمرها معدي ال 50 سنه ومعايا في الكورس. طب حلو ده. يعني طب تنصحهم بايه الناس انصحهم التانية؟ يعني ان هو طالما في كورسات وكده، ويعني ممكن الكورسات دي انت كان نفسك في حاجه واتجهت اتجاه تاني، ممكن ترجع لنفس الاتجاه اللي انت كان نفسك فيه بالكورسات والحاجات كده، مم. وباذن الله توصل اللي انت عايزه. طبعا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ما اثرتش. كله ما أثر. تمام، شكرا جدا لك.